هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسهل واسرع مكرونه بصلصه، هنعملها في الميكرويف. يلا بينا نشوف الطريقه وكمان المقادير. بس يا ريت تشجعونا بلايك، كمان باشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. اول حاجه هنجيب بوله او طبق او مج يخش الميكرويف. هنحط فيهم حوالي نص كوبايه من المكرونه، اي نوع مكرونه انتوا عايزينه. هتضيف عليها التوابل اللي انت عايزاها. برضه انا حطيت شويه ملح وحبه فلفل اسود، يعني اللي هو رشات كده. وكمان حطيت 7 بهارات ونزلت عليهم بحوالي نص معلقة من الزيت. وبعد كده حطيت معلقة من الصلصة. وهجيب بقى مية سخنة او مية بتغلي. هبتدي ان انا اضيف كوباية من المية واقلب كويس جدا. وهعمل تيست كده، هشوف هدوق. محتاج ملح هحط ملح، محتاج اي بهارات تاني هحط بهارات، واقلب كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي ان انا ادخله الميكرويف. يعني اول دقيقتين هنظبط الميكرويف بتاعنا على دقيقتين. وندخله وبعد كده نطلعه من الميكرويف زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اقلب تقليبه كويس جدا، اقلبه من تحت لفوق زي ما انتم شايفين. هبتدي كمان ان انا ادخله دقيقه او دقيقتين كمان الميكرويف. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هيطلع معايا تحفه تحفه تحفه. المكرونه استوت وبقى طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم خطيره بجد والله. بصوا عامله ازاي. في المرحله دي اول ما المكرونه بتتشرب الصلصه والميه بتاعتها، ابتدي ممكن بقى، يعني ممكن لو انت عايزه تضيفي اضافات تاني. ممكن تجيبي شويه من المكرونه الجبنه الموتزاريلا، وتبتدي ان انت تحطيها عليها. وتروحي مدخلاها الميكرويف تاني لغايه لما تستوي وتسيح معانا الجبنه، وابتدي ان احنا نخرجها وناكلها. عايزه اقول لكم خطيره قوي وسهله جدا. عايزه اقول لكم انها سهله قوي وفي ثواني هتكون جاهزه. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي عملت ايه معاكم. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك، كمان اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. مع السلامه.